السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وصفة جديدة من قناتكم شهيوات مع نادية. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكة. كيف كتعرفوا رمضان قريب على الابواب، ما كاين غير شباك وسفوف، ما شاء الله ريحه رمضان قريبه. الله يدخلوا علينا بالصحه والعافيه وباش ما كتمناو ان شاء الله. اقتراح النهار اليوم كيف كتشوفوا معايا، جيت نشارك معكم واحد شباكيه كتجي رائعه البنات، هشيشه مع جميع الاسرار ديالها، طريقه التشباك، ثلاثه طريقه التشباك. تبعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخير. كيف كتشوفوا هاد شباكيه كتجي معلكه البنات وشاربه العسل، جميع التفاصيل معها شاركتكم بها بالديتاي ديالها. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه اشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. نبداو على بركه الله. هادو المقادير. عندي هنايا كاس الجنجلان، كاس العنبه الكبير كيف كتشوفوا عندي مقبب. الجنجلان بعد ما غسلته ونقيته وطحنته خضر. كذلك اللوز حتى هو كاس جنجلان عامر، مسحته وطحنته خضر حتى هو. كيف كتعرفوا هاد اللوز والجنجلان شباكيه كتعرفوها تقلى في الزيت، احسن نعملوهم خضرين. عندي نصف كاس زيت الزيتون، وكاس الماء زهر، ونصف كاس زيت نباتيه، ونصف كاس الزبده مذوبه نوازيت، وربع كاس من الخل. وهذه عندي واحد الخميره، عندي هنايا 10 غرام د الخميره، وشويه د الكوزه وزعفران الشعره اللي غادي نضيفوه في ديك الكاس الماء زهر باش كيتطلق، ومعلقه كبيره د النافع البلدي. نسيت ما ذكرتش معكم القرفه حتى هي ضفتها من بعد، ما بتليشي في الفيديو. غنخليكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. كيف كتشوفوا هنايا في القصعه عملت كيلو 200 غرام د الدقيق، كنفوت واحد شويه. ضفت ديك النواشف، كاس الجنجلان، كاس اللوز، خضر مطحونين، معلقه كبيره د النافع، ومعلقه كبيره د القرفه. هنايا المزهر كيف كتشوفوا كنضيف عليه ديك الزعفران الشعره، كنخليوه يتطلق واحد شويه. وطبعا ما نساوش واحد القبيصه د الملح، وعندي المسكه ومطحونه مع شويه السكر ضفتها كذلك حتى هي. غادي نضيف على ديك النواشف دابا السوائل. كتشوف ضفت نصف كاس الزيتون، هذه الزبده مذوبه نوازيت، ونصف كاس الزيت النباتيه. تقدروا تكتفيوا غير بكاس كبير د الزيت النباتيه. وهذا ربع كاس من الخل، اي 4 معالق كبارين د الخل. نخليكم المقادير مضبوطه البنات في صندوق الوصف. غادي نحرك هاد النواشف مع داك الدقيق والزيوت، كندخلها فيها مزيان البنات. هاد المرحله هذه ضروري تخلطوا هاد النواشف مزيان قبل ما الاضافه ديك الكاس د الماء الزهر. هنايا عندي واحد الرشيشه د الخرقوم، ممكن تعملوا ديك ضماد الزعفران حر. انا صراحه ما كنصحش بها، تعملوا معلقه صغيره د الخرقوم كافيه البنات، كتعطينا اللون مزيون بزاف مع ديك الزعفران اللي فزكناه في ديك الماء الزهر. واضافه البنات هديه مزيونه كتعطي شباكيه واحد التعليكه لذيذه البنات، ما في القليمه كتعمل لا كجكوجه لا والو. كنضيف لها داك اصفر البيضه مع داك الطحين اللي كتشوفوا من بعد ما بسبستو مزيان ودخل ديك النواشف كلها. وهنايا كنضيف لها ديك كاس المزهر اللي خلطت معاه ديك الزعفران بعد ما تطلق مزيان. وهنايا عندي كاس الماء عادي يكون فيه واحد شويه، غير شويه. ممكن تكملوا البنات اللي كيبغيو شباكيه تجي شابره في راسها مزيان، تعملوا لا 2 كيسان المزهر. انا عملت خليط بين المزهر والماء، دخلت ليه هاد العجينه 2 كيسان، كاس د المزهر ومع كاس د الماء دافي واحد شويه. كيف كتعرفوا هنايا دابا اريد دكلت ليك كندلكوها واحد شويه. هي جاتني كميه كبيره قسمتها على 2، كندلكها واحد شويه معكم ماشي بزاف البنات. من بعد ما غادي نعمل معكم ديك الطياد د الملفي، هذه كتجي بشباكيه مورقه البنات، شاربه العسل كامله مبوقه ما شاء الله. هنايا صافي دلكتها واحد شويه كيف كتشوفوا هذا القوام ديالها. خصها تكون قاصحه البنات. هذه واحد من نجاح الشباكيه، ضروري العجينه تكون قاصحه ما تكونش رطبه باش كتجي نفتيه. اذا جاتكم رطبه اكيد عاد تجيكم شباكيه يابسه. هنايا من بعد ما دلكت ديك العجين كامل كنقسمو بهذه الطريقه باش كيساعدني في الخدمه.
صافي كيف كتشوفوا هنايا قسمتها بالتساوي باش كتجيني القياس واحد، باش ما كنخليش الشياطه بزاف ما نكررش نعاود العجينه في نفس الوقت. هنايا كيف كتشوفوا كنشكلها معكم بهذه الطريقه باش كتساعدني في الخدمه، ما كنخليش فيها ديك الشياطه و باش ما نعاولوش الخدمه علينا بزاف. حنايا كنشكلوها بهذه الطريقه بحال الشكل ديال البويوت، كنوضعوها في ديك بلاستيك باش ما كتنشفش، ومن بعد كنطلقوها وكنطويوها بحال الشكل ديال الرغيفه. ساهله الطريقه البنات، يعني تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وان شاء الله غادي تنجح معكم هاد الشباكيه. صدقوني جات فتيه البنات، واخا انا عجنتها الصراحه وقع لي فيها واحد يعني وتعطلت عليها واحد شويه، كان شويه بني مريض وعجنتها وخليتها في النبيره ما كيوقع لها حتى شي حاجه. دازت لي واحد يومين عادي عدلتها وما شاء الله جات زعما الصراحه مزيونه. البنات اللي ما عندهمش الوقت ممكن تعجنوها وتعملوها حتى نتوما في النبيره، تقسموا المهمه في اللي مشغوله، تقسموا باش ما يجيكمش الشغل متراكم بزاف فيها. وهي صراحه كيلو ساهله البنات، داغيه كتوجد ما فيها شي بزاف والبنات اللي متمكنه منها داغيه تكملها في نهارها. كيف كتشوفوا كنطلق داك البويو بهذه الطريقه وكنتنيه باش ملي كنجيو نطلقوها ما كتخليناش العيوب فيها، ما حتى الشياطه ما كتخليناش نخليو فيها الشياطه بزاف. صافي كنعوضوا لهاديك القنات ديالها باش ما كيبقاوش باش نتفين. هذه هي العجينه الاخرى كيف كتشوفوا. اذا تبعتوا بهذه الطريقه الخدمه الخدمه ديالكم غتكون نقيه ومنظمه وما تعياوش. صافي البنات هنايا كنت بديت كنشبك معكم، كنطلق ديك العجينه الاولى. الماكينه طبعا وجدتها من قبل. حنايا البنات اللي ما عندهمش الماكينه ممكن تخدموها غير بالدلاك، طلقوها مزيان بهاد الطريقه اللي تنيت معكم. العجين كتساعدكم البنات ما تجيش العجينه غليظه وكتجي ساهله في الطلق، كتكون على شكل د الطول، كتحكموا في السمك اللي بغيتو نتوما. صافي البنات هنايا كنطلق معكم كيف كتشوفوا كتجي قياس اللي عاد نخرجوا فيها شباكيه، يعني كيكون عيد ديك الطريفات صغارين من الجوانب ممكن تخليوهم كتجي من داخل ما كتبانش ولا ممكن تحيدوهم. صافي هنايا كنطلق واحد الكميه د الاشرطه باش كنبقاش نطلق في الماكينه ونعاود. طلقت هنايا معكم واحد 3 وغادي ندوزها في الماكينه. طبعا في الماكينه في الاول كندوز على رقم 6 ومن بعد دوزت على رقم 3 وكل ماكينه كتختلف من الماكينه الاخرى. هنايا انا دوزتها في الرقم الاول عاودتها معكم في الرقم الثاني. كيف كتشوف عفوا كيف كتشوفوا هذا هو السمك ديالها. كتساعد الماكينه في الحقيقه يجي سمك واحد. صافي هذا هو الشريط الثالث وغندوزو معكم نشبكوها. كيف قلت لكم في بدايه الفيديو عملت معكم 3 طريقه التشباك. طريقه ديك القطاعه اللي كتساعد هذيك عملت ضجه في هاد المواقع دابا كلشي البنات ما شاء الله خدموا بها ولا بالجراره. كيف كتشوفوا غنوريكم الطريقه الاولى اللي بهاد بالقطاعه كيجي قياس واحد شباكيه. وريتكم الطريقه الصغيره والمتوسطه والكبيره. هذه الطريقه صغيره، هذه قطعه ماشي ديك الصغارين، هذه الثانيه يعني فيها 4 شراطي، والطريقه الثانيه فيها 5 والطريقه الثالثه فيها 6. يعني شباكيه من الصغيره للمتوسطه الكبيره. البنات القياس اللي بغيتو انا شاركته معكم. كيف كتشوفوا هنايا من بعد ما قطعتها كيجي ديك السنينات ديالها الصراحه جاو مزيونين احسن من الجراره ما كيجيوش ديك السنينات ديالها فحال هاد القطاعه. كي شفتوا معايا تنيت 2 على 2 كيبقى لنا ديك الشريط الثالث كنعملوه من تحت 2 وكنقرصوا ديك الودينات كنقرصوا عليهم مزيان باش ما كيتفتحوناش في القلي. وهي كنقلبوها كتكون التشبيكه ديالها مزيونه. كيف كتشوفوا كنعاود معكم المره الثانيه 2 على 2 كيبقى لنا الشريط الثالث كنعملوه من تحت ديك 2 الاولى وكنقرصوا ونزلوا ونشدوا لها ديك الجنيبات ديالها. نتمنى تكون الصوره واضحه معكم. هذه الثالثه 2 على 2 والثالث كنحشيوه تحت ديك 2 الاولى وكنقرصوا ديك الجوانب ومن بعد كنزلوها ونشدوا لها ديك الجنيبات.
ما كيجيوش داك الجنيبات كبارين، ما كيحتاجش نقطعوهم. الطريقه ساهله البنات وكيجي قياس واحد. صراحه عجبتني بهاد القطاعه. انا شاركت معكم قياس كبير والصغير. البنات كل واحد وكيفاش كيبغي شباكيه. صافي هنايا كنوضع معكم في الصينيه. هذا الشكل الاول كيف كتشوفوا كيجي التشبيكه ديالها مزيونه البنات. هذه التشبيكه فيها 6، 1 2 3 4 5 6. هذه الكبيره البنات. بنفس الطريقه كنعمل 2 على 2، كنخالف اتجاهات وكنقرص ديك 2 د الودنينات وكنحشي الاصبع ديالي تماك وكنقلبها. ساهله البنات، هاد الطريقه سهله. هذه بالنسبه شباكيه 6. كنعملو 2 على 2 وكنشدو وكنحشي الاصبع ديالي تماك وكننزل على طاوله العمل وكنقرص ديك الجوانب. اسهل طريقه ما كاين منها البنات. نتمنىكم البنات تجربوها وتدعموني باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. وشكرا البنات على المشاهده ديالكم، على خطيكم وعلى التعاليق ديالكم المزيونه. مكرهتش البنات تزيدوا تشجعوني اكثر. كيف كتعرفوا كنصور معكم هاد الفيديوهات وكياخذ مني وقت بزاف، وكيف كتعرفوا المونتاج ديالها والتصوير قطع من هذه من هذه. نتمنى المجهود ديالي البنات تشجعوني فيه. نكمل معكم هذه الطريقه الثالثه اللي هي 5. هذه 5 الاشرطه. هنايا كنعمل 1 2 3 4 والخامس كنقطع بنفس الطريقه. هذه كنعمل الاول على الثالث وديك الثاني كنرخيلو والرابع كذلك كنرخيلو والخامس كنقلب عليها شباكيه. غنعاود معكم المره الثانيه. كنعمل الثاني على الثالث وديك العفو الاول على الثالث والثاني كنرخيلو وحتى هو الثالث والرابع كنقلب عليه. نعاود معكم بالعرض البطيء. الاولى على الثالثه، الثانيه كنرخيلها والرابعه كنرخيلها والخامسه كنوضعوها من تحت ديك 2 وكنقلبو. نتمنى البنات يكون الشرح ديالي واضح، واذا ما فهمتي في الشرح يعني الصوره واضحه البنات. ها هو التشبك الاول والثاني والثالث. شاركت معكم 3 طريقه التشباك. هنايا الكميه اللي خرجت لي بيتها الصراحه. باتت معايا ليله كامله كتجي تنشف. من الاحسن تبيتوها البنات في القلي كتبقى شاده الفورمه ديالها كيف ما هي. هنايا موجده كلشي معكم. عملت الزيت كيسخن على عافيه مهيله حتى كيسخن. بعد كنعوضوا النار على عافيه متوسطه. العسل طبعا اللي شاركته معكم من قبل حتى هي واجده عندي، ما سخنتها ما والو البنات. في الحقيقه ديك الطنجره جاتني مجموعه بزاف، من بعد خويتها في واحد الطنجره اخرى اللي واسعه. كيف كتشوفوا هنايا الزيت من بعد ما سخن كنضع داك الشباكيه وكنحركو بداك العود الخشبي. صراحه ساعدني بزاف. كتبقى هي البنات شاده الفورمه ديالها كتجي مبوقه كطلع دغيا كيف كتشوفوا. كتوضعوها من بعد كتطلع فوق الزيت. طبعا الزيت يكون غزير. صافي هنايا كنبدا نقلب فيها معكم. ما نحمروهاش بزاف البنات حيت كتعرفوا باقا نحشوها في العسل، والعسل كتزيد اللون ديالها كيتبدل. اذا طيبناها بزاف كتجي يابسه وكتجي مره، وملي كنحشوها في العسل كتزيد تغمق اللون ديالها. كنكتفيو بهذا اللون يعني طايبه. عارف هاد الوقيته صراحه طيبتها في الليل على داكشي كتبان معكم كتبانكم بحال اللي ناقصه طياب، ولكن هي هذيك. صافي هنايا كنجمع ديك الحبه التشباكيه اللي كنقلب فيهم. كنشوفها اللي طايبه كنحيدها وغنعمر معكم المقله الثانيه. صراحه هاد الشباكيه نتمنىكم البنات فعلا تجربوها وتكتبوا لي في التعاليق وتشجعوني كيف قلت لكم. هنايا صافي عملت القليه الاولى وضعتها في العسل، وغادي نعمر معكم المقله الثانيه وغادي ندوز نشبك نعسل ديك الشباكيه اللي وضعتها في العسل. كيف قلت لكم هنايا ما ساعدتنيش ديك الطنجره، خويتها في طنجره اخرى. هنايا حتى خويت القليه الاولى عاد قلبت ديك العسل في الطنجره الواسعه. هنايا طبعا نكونوا موجدين الكسكس اللي عايز تقطروا فيها ديك الشباكيه. صافي هنايا من بعد ما قليتها وعسلتها معكم هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا. صراحه انا قلت لكم قليتها في الليل وخليتها حتى الصباح عاد عملت لها جنجلان.
التزيين كيبقى لكم بالاختيار ديالكم، ممكن تعملوها بالجنجلان ولا باللوز. كتجي شاربه العسل كيف كتشوفوا معايا، كنوريها لكم عن قرب. كيف قلت لكم يعني بات هنايا الشكل كبير والشكل صغير، هذاك اللي في الطبسيل الكبير الشكل الصغير، وهذا شكل متوسط. قسمت معكم واحد الحبه تشوفوها، كتجي شاربه العسل فتيه. نتمنى لكم البنات تجربوها فعلا، وتكتبوا لي في التعاليق وتقولوا لي كيف جاتكم. وما كرهتكمش البنات، بارطاجيو فيديو مع الاحباب ولا الصحاب باش تعم الفائده. نتمنى لكم البنات الفيديو د نهار اليوم ولا الاقتراح د نهار اليوم ينال الاستحسان ديالكم. نخليكم مع الصور، وتا الفيديو اللي ماجي ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير السلو المغربي المقوم على حقه وطريقه. نخليكم ومع السلامه.